السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم طلبة سنة أولى إعدادي، يا رب كلكم تكونوا بخير. النهاردة إن شاء الله آخر فيديو معانا في يونت 2. هنراجع مراجعة سريعة على اليونت وبعد كده نحل الامتحان على اليونت عشان نكون قفلناها بصورة كاملة. أتمنى تكونوا استفدتم مننا على مدار اليونت وتكون اتقفلت معاكم بصورة كويسة. الناس اللي بتطبق الكلام اللي احنا بنقوله إن شاء الله يقفلوا المنهج بصورة 100. يلا بينا نبدأ كده. أهم الكلمات اللي موجودة في اليونت كلمة favorite مفضل، subject مادة دراسية والمواد اللي خدناها مهمة قوي وتعرف كل مادة بتعرفها. تايم تيبل جدول مواعيد أو جدول طبعا يعني مرتبط في الوحدة دي بجدول المدرسة. بريك فسحة أو راحة. هوم ايكونومكس اقتصاد منزلي. سوشيال ستاديز دراسات اجتماعية. دراما مادة المسرح. ريليجن تربية دينية. ماونتن جبل. ديسكشن مناقشة. ديسكس يناقش. various عديد أو متنوع. flag علم. culture ثقافة. أوغندا طبعا دولة أوغندا. school uniform زي مدرسي. school rules قواعد مدرسية. transport نقل أو مواصلات. snow موبل معناها مركبة للتنقل فوق الجليد، عربية يعني كده بيتنقلوا بيها على الجليد. journey معناها رحلة طويلة. separate يعني يفصل. languages لغات. hobbies هوايات. mouse طبعا الفاره بتاعت الكمبيوتر او الماوس بتاع الكمبيوتر يعني. سكوتلاند معناها دولة اسكتلندا. بعد كده خدنا مجموعة من القواعد زي مثلا adverbs of frequency، وقلت لك اهم حاجة عايزك تعرفها ان السؤال في adverbs of frequency بنستخدم how often، وانها بتيجي قبل الفعل وبعد verb to be. قلت لك ايه؟ اعمل المنظر ده كده قدامك ان الاكس دي اللي هي الادفرب اوف فريكونسي. ماشي، وده الكلام اللي مكتوب قدامنا، وطبعا هم قدامنا هم الخمسه. تستخدم ظروف التكرار مع زمن المضارع البسيط. ماشي، بتتسأل عنها بايه؟ بهاو اوفن. وبيتجاوب يا اما بنذكر الحاجات دي يا اما بنذكر مثلا once a week twice a week 3 times 4 times وهكذا، يبقى فيها عدد مرات. كمان خدنا الملكيه وبرضه هنراجعها بصوره سريعه. ان احنا عندنا 3 انواع من الحاجات، عندنا المفرد وعندنا الجمع الشاذ اللي هو زي من وتشيلدرن، وعندنا الجمع العادي اللي هو بنحط له اس. المفرد والجمع الشاذ لما بنيجي نعمل الملكيه بنعمل ابوستروفي اس، اما الجمع العادي بيكون اخره اس ابوستروفي. هو احنا في الحقيقه بنزود له ابوستروفي بس لان هو كده كده في اس على فكره، بس يعني عشان تبقى عارف الشكل بيكون عامل ازاي. الشكل هنا في المفرد وفي الجمع الشاذ ابوستروفي اس، الشكل هنا في الجمع العادي بيكون اس ابوستروفي. زي مثلا هنا كده اهي، دي اللي هو النوع الثالث، ودي النوع الاول والثاني. تمام. كمان ان خدنا ان بيلونج تو بتساوي الابوستروفي اس او الاس ابوستروفي، وما بنذكرهمش تاني بقى. يعني هنا بيلونجز تو مين؟ علي، مش هقول بقى علي ابوستروفي اس، لا، علي بس. بيلونج تو علي بس. تمام كده. وخدنا ان لو عندنا مثلا مهنه زودنا ليها ابوستروفي اس بتبقى مكان المهنه دي، مكان المهنه دي. اخر حاجه كان عندنا السبيكنج، وشفنا ازاي ان احنا نسال ونجاوب على اليوم المدرسي. زي مثلا when do you go to school؟ بتروح المدرسه امتى؟ at 7. what subjects؟ تذكر المواد، تبدا المواد اللي انت بتاخدها زي مثلا math English Science Arabic وهكذا. وبعد كده what time does math lesson start on Sunday؟ مثلا it starts، وبعد كده at بتيجي قبل الساعات at ايه 9 am. وده من اهم البراجرافات اللي موجوده عندنا في الوحده دي a day in my life، وده كان موجود حتى في الفيديو اللي فات وكان مطلوب منكم انكم تعملوه. بعد كده بيقول لنا عندنا مجموعه باراجرافات تانية برضو مهمه زي school day، وده برضو مهم قوي. school rules your favorite subject. دول 4 باراجرافات مهمه عايزين نعمل عليهم كلهم عشان تبقى مقفل اليونت بصوره كامله. وهتلاقي اغلبهم موجود يا اما في نصوص عندك نص ريدنج او listening، يا اما موجود في اخر الكتاب وكان موجود عندنا مثلا في التدريبات. تعالوا دلوقتي ندخل على الجزء الخاص بالتست ونبدا بسؤال الليسننج. اكيو lives in نيروبي، كايرو، باريس، روم. here نقط drive here to school. brothers uncles sisters parents. طبعا ده كان عندنا برضو نص ليه وممكن اجاوب لكم من غير ما اقرا النص اصلا لاني خلاص فاكره، كنت مركز وفاكر. اخيز school is near far away not remote ولا difficult؟
أخيز goes to the نقط to read playground bookshop ولا snowmobile ولا library. خلي بالك البوك شوب ده لبيع الكتب، بيع الكتب، أما القراية والاستعارة بتكون اللايبراري. والإجابة هتكون على فكرة نيروبي وبيرنتس و far away ولايبراري. تعالوا نقرأ كده ونشوف إجابتنا هتبقى صح ولا لأ. أخيه lives in نيروبي. his school is far away. his school خلي بالك هو هنا كاتبين here بس ما علينا، هي المفروض his school is far away. his mom and dad drive him there. والده ووالدته هم اللي بيودوه المدرسة. he goes to the library to read during the break. وبيروح المكتبة عشان يقرأ الكتب، طبعا زي ما توقعنا لأن ده كان موجود عندنا أصلا في النص ونفس الإجابات دي. بعد كده عندنا المحادثة. how do you go to school؟ بتروح المدرسة ازاي أو بتروحي المدرسة ازاي آية؟ لا my dad نقط me to school every day. my dad ايه؟ ها اهي، بس خلي بالك هنا هنزود حرف الاس علشان ده مفرد يبقى drives me to school every day. and you، ودي قلت لك طريقة في الأسئلة لما حد يسألك سؤال وانت عايز تسأله نفس السؤال مش تكتب السؤال بقى كله تاني، هتكتب بس and you. I usually go to school by نقط، وبعد كده لما تسألها سؤال هتلاقي do you usually go by car، يبقى هي بتروح بإيه؟ طبعا بالعربية. تمام؟ because طالما بدأنا because يبقى السؤال بwhy، يبقى why السبب. why do you ايه usually go by car؟ ليه بتروحي بالعربية؟ because my school is نقط away اهي far away بعيدة. how long does it ايه does it take؟ لأن does بيجي وراها الفعل في المصدر بدون أي إضافات، ولما بحب أسأل على الوقت الحاجة بتاخد وقت قد إيه بستخدم إيه؟ how long does it take؟ how long does it take؟ كده خلصنا الجزء بتاع المحادثة. تعالوا ندخل على الريدنج، ولكن طبعا زي ما اتعودنا هنقرا الأسئلة الأول. What does the underlined pronoun we refer to؟ we اللي في الجزء الأول بيشير إلى إيه؟ Give a suitable title for the passage. سؤال سهل جدا جدا، وده برضو سؤال سهل جدا، ويعني أعتقد زمانكم دلوقتي بتعرفوا تعملوه، وعايزكم برضو تعرفوني في التعليقات هل السؤال بتاع الكلمة مثلا أو الضمير اللي بيشير لكلمة تانية هل دلوقتي بقيتوا تعرفوا تحلوه ولا لسه عندكم فيه مشاكل؟ Why do you think Nada's mobile phone is useful؟ ليه تعتقد إن موبايل ندى بيكون مفيد؟ ندى goes to bed at بتروح السرير أو بتنام الساعة كام؟ ندى does her homework نقط she has dinner. ترى قبل ولا بعد العشاء؟ The underlined word boy has the same meaning as. كلمة boy بتساوي في المعنى إيه؟ above under next to ولا far away؟ تعالوا ما نقرأ ونشوف. I am ندى. I am from غردقة by the Red Sea. by the Red Sea يعني إيه؟ عند البحر الإيه؟ الأحمر. I am in preparatory 1. أنا في سنة أولى إعدادي. My favorite subjects are science and home economics. We have science and math in the first lesson every day. هي مين وي بقى دي؟ مين اللي عندهم علوم ورياضة في أول حصة كل يوم؟ طبعا ده بيكون مين؟ ده بيكون الطلاب. ده بيكون الطلاب هي وصحابها، ندى وصحابها. ماشي؟ طب عرفت منين يا مستر؟ ترجم الجملة. احنا عندنا علوم ورياضة في الحصة الأولى كل يوم. احنا دي بتعود على مين؟ بتعود على اللي بيتكلم اللي هي ندى، وطبعا مين؟ وزمايلها في الفصل. But we only have only a home economics on Tuesday. لكن عندنا اقتصاد منزلي يوم الثلاث بس. I always do my homework before I have dinner. كده جاوبنا سؤال. I usually have a light dinner. بتحصل على عشاء خفيف، يعني أكل يجي خفيف، جبنة مثلا. A cheese sandwich or some vegetables. فعلا سندوتش جبنة أو إيه؟ أو بعض الخضروات. I usually have a shower and surf the internet on my mobile phone. بتتصفح الإنترنت على موبايلها. I sleep at 10 p.m. دي إجابة سؤال برضو. But before sleeping قبل النوم I prepare my uniform and my school bag. بتجهز اللبس بتاعها وشنطة المدرسة. يبقى وي دي بتشير إلى مين زي ما قلنا؟ بتشير إلى إيه؟ ندى and her classmates. ندى وأصحابها في الفصل. طيب ممكن نقول يعني العنوان المناسب للفقرة اللي احنا قريناها دي. طبعا احنا كنا بنتكلم على اليوم بتاع مين؟ بتاع ندى. ندى's daily life. يوم ندى ايه؟ يوم من حياة ندى مثلا. طيب ليه تفتكروا الموبايل بتاعها مهم؟ هي بتعمل عليه ايه؟ اهو
بصوا surf the internet on my ايه mobile phone. يبقى because she surfs the internet on it، هي بتتصفح الانترنت من خلاله. طيب هي بتنام الساعة كام؟ عاملين عليها هي الساعة 10 PM 10 PM. رقم 5 ندى does her homework before she has dinner، عاملين برضو خط تحتها. طب عارفين احنا ليه عملنا خط هنا؟ لأننا قرينا الأسئلة الأول. لو ما كناش قرينا ما كناش نعرف هنعمل خط هنا ولا هنا ولا هنا، ما كناش هنبقى عارفين حاجة، كنا هنبقى تايهين، وكنا بعد كده هنيجي نقرا الأسئلة ونبدأ ندور تاني. إنما لا، احنا كده خلاص عرفنا. كلمة باي قلنا ايه؟ قلنا باي معناها مثلا next to، next to حاجة قريبة منها. Reading and painting are my favorite ايه؟ my favorite hobbies. طبعا دي مش مواد، دي ايه؟ هوايات. سما نقط happy when she meets her friends. كل الفكرة فاكرين؟ الاكس في البي اكس. احنا هنا بنتكلم على ايه؟ verb to be، يبقى احنا في النص ده لازم verb to be اللي يجي الأول. يبقى دي كده غلط ودي غلط. يا ترى بقى دي ولا دي؟ هي سما مفرد ولا جمع؟ سما مفرد يبقى هتاخد بي. We use a question mark at the at the end of the question. The نقط is علي. علي ده ايه؟ ولد واحد، يبقى فاكرين اهو apostrophe اس مع المفرد ومع الجمع الشاذ. ده مفرد يبقى ايه؟ يبقى الإجابة هتكون B boy's name. I نقط on my school uniform at 7 AM. I put on يعني بلبس أو برتدي. This is the طبعا الجماد لا يمتلك، الجماد لا يمتلك يبقى school playground. We can use a comma to separate items in a list، يعني عشان نفصل ما بين الحاجات في الليست. We go to the نقط in science lesson، بنروح لللابوراتوري اللي هو المعمل والاختصار بتاعه lab. An email is a simple طبعا message هو رسالة قصيرة أو رسالة يعني مبسطة لكن عن طريق النت. It's healthy to نقط to school طبعا to cycle إن أنت تروح المدرسة بالعجلة. The girls names are سارة and تقى، لأ الاس apostrophe عشان دي جمع، دي جمع زي ما انتم شايفين، يبقى مش apostrophe اس apostrophe. Whose pencil is this؟ قلم مين ده؟ ده قلم مين؟ It's هدى، ده بتاع هدى. احنا بنسأل عن الملكية بإيه؟ بwhose مش who is. whose مش who is. Let's go to the zoo، لا طبعا let's يجي وراها ايه؟ الفعل في المصدر اللي هو go. Let's go to the zoo. We go never، فاكرين لسه عاملينها بقى مش هنرسمها تاني، لا we never go. آخر حاجة jobs you do at home، الأعمال اللي أنت بتعملها في المنزل، وده برضو مجاب عنه في نهاية الكتاب، أتمنى إن أنتم تقروه وبعد كده من غير ما تشوفوه بقى تحاولوا إن أنتم تكتبوا واحد زيه. وبكده بنكون خلصنا الفيديو بتاع النهاردة وخلصنا معاه يونت 2 بالكامل. أتمنى تكونوا بتستفيدوا من الشرح، يا ريت تدعمونا باللايك دايما، وإن أنتم تنشروا القناة على الفيسبوك في الجروبات بتاعتكم لو بتستفيدوا منها، علشان كمان غيركم يستفيد. ممكن ناس تكون محتاجة الدروس ديت، ممكن مش مثلا مش عارفه ان هي تاخد دروس خصوصيه او مش عايز تاخد دروس خصوصيه وبتدور على شرح على النت، فهتكونوا بتساعدونا وتساعدوهم ان انتوا توصلوا لهم الشرح. اشوفكم على خير ان شاء الله بكره مع بدايه يونت 3. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.